بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. في مثل بيقول: الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. أنا مش مع هذا المثل، لست مع هذا المثل، لكني مع الحكمة التي تقول: الباب اللي يجيلك منه الريح اقف وش الريح واستريح. لازم تواجه الريح. معك الحق، معك الأخلاق، معك المبادئ، اقف في وش الريح وواجهها بالمبادئ والأخلاق. في عبارة بتقول: توسل للدوافع النبيلة. ما دام هدفك الإصلاح سيكون الله معك. هذا هو معقول للناس الذين ينتقدونني وينتقدوا أمثالي من الناس اللي بيحاولوا للأسف يعملوا الفسيخ شربات، أو يعملوا من يعني الناس اللي بيواجهوا النواقص اللي في المجتمع المصري والعيوب اللي في المجتمع المصري، يواجهونها بكل شجاعة وصراحة. لو المواجهة لن يحدث أي تقدم ولن يحدث أي إصلاح. أنا لا ألوم منتقدين، ولكن أشكرهم لأنهم النقد يؤدي إلى مزيد من التفهم والحكمة. واللي زي ما بنقول المعارضة بتنور على الأغلبية حتى في الحكومات. لا أمل للنقد، لأن النقد الهادف ده بيكون ليه فايدة، ويكون فيه إن شاء الله الصلاح للجميع إن شاء الله. ده هذه الحلقة. في أوروبا وفي الدول الغربية المتقدمة، أنا بعتقد إنهم بيمشوا بحكمة معينة، وهي إن الإنسان الكامل، الإنسان الكامل، مفيش طبعا حاجة كامل، لكن اللي يشبه الكمال، اللي يقترب الكمال، هو الإنسان الذي لديه قوة الشباب ومع حكمة الشيوخ. حكمة الشيوخ، يعني عندنا مثلا بيقول: الأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. الأجانب عندهم الناس اللي هم الناس المفضلة عندهم والناس الناجحين، هم اللي عندهم قوة الشباب مع حكمة الشيوخ. وحكمة الشيوخ أهم. كل ما الإنسان بيكبر تزيد حكمته، الإنسان تزيد خبراته، وحبذا أيضا لو ارتبط هذه الخبرة والحكمة بقوة الشباب. نبتدي نشوف بقى موضوع النهارده، هو اسمه الأدب وقلة الأدب في المجتمع المصري. موضوع عنوان غريب، لكن أنا طبعا زي ما قلت أنا رحت دول عربية كتيرة وكده وكده وكده، وأعرف مجتمعات غربية، ومنها أستند على خبرتي في هذه الدول، وعدت إلى مصر فأجد الوضع منقلب على عقبيه تماما، عكس الغرب تماما، عكس الدول العربية تماما. الدول العربية اللي كنا بنقول عنها متخلفة وكده لم تنتج مسرحية زي ما المشاغبين، لم تنتج مسرحية من الساعات كبرت، لم يسخروا من رموز الدين في الأفلام، ما يطلعوش المأذون من أراجوز على الدول العربية، فما بالك بالدول الغربية. حتى في مسألة إهانة المدرس، إزاي؟ هشوف العلاج مسألة التنمر بالطلبة على المدرس للأسف، إزاي عالج المجتمع الأفلام الغربية مقارنة مع الدراما المصرية والمسرحيات المصرية. شفنا في مسرحية مدرسة المشاغبين إزاي مرسي الزلاج اللي هو كان بيلعب دوره سعيد صالح إزاي بيهزأ المناظر، ازاي بيهزقوا المدرس ويعملوا مسخه، لدرجه ان احد المدرسين دخل من درس مستشفى المجانين من اللي عملوا فيه. والنهايه تخلص المسرحيه الى ان الطالب الطائش المتنمر على المدرس هو الطالب الفتك وكذا وكذا. شوفك ازاي عالج الدراما الافلام الغربيه عالج هذا الموضوع، وهو موضوع تنمر الطالب على المدرس. هنشوف في فيلم في الستينات كان اسمه بذور السوء. ده بطولة الفنان العالمي الممثل العالمي الراحل اسمه سيدني بواتيه. ده فنان اصلا زي احمد زكي عندنا كده، زي احمد زكي، اسمه سيدني بواتيه.
الراجل كان جاي من مدينة إلى مدينة، وكان برضه بيدرس في مدرسة داخلية. كان راجل بيمشي معاهم بالمعروف والمعاملة الحسنة وكل حاجة. كل الطلبة استجابوا لهذا إلا طالب واحد، مصر على إنه يعمل دوشة ويضايق المدرس ويهزقه للأسف. المهم سيدني بوتيت فضل يستعمل كل الوسائل للإصلاح، كل الوسائل. في النهاية عندما علم أن هذا الطالب لا يستجيب، مسكوا رنوا علقة جامدة ما يجيش إلا بالعين الحمراء. شو رنوا علقة جامدة، ومن ساعتها هذا الطالب مشي على الطريق المستقيم. يعني شو بيعالجوا المسألة إزاي؟ يعني في فرق كبير. يعني ده ناهيك بقى عن يعني مسرحية العيال كبرت. برضه يعني بيتهزأ الأب والأم، هذا لا غير يتهزأ الأب والأم، هذا غير موجود أبدا في المجتمعات الغربية أو حتى العربية. عندنا في مصر بس مش عارف ليه. يعني ودي حاجات بتنجح يعني. ده كلام يعني عايز أعرف يعني ده أساسه إيه الحاجات دي بتنجح يعني. وإلى الآن بعد جيل سعيد صالح وعادل إمام في المسرحيات دي طول السنين يجي بقى جيل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وكذا وكذا. أفلام تسخر المدرس، تسخر من الأب والأم. ومن قديم الزمان في السينما المصرية بيهزقوا المأذون، يطلعوا رجل دين فيه شكل كاريكاتوري. ده غير موجود في الغرب. الغرب بيحترموا رموزهم. يعني حتى لو راجل حتى كان عايش في السجن طول عمره وطلع من السجن، أكيد اكتسب خبرة بالسجن. الشباب يلجأوا له لأن عنده حكمة، وإزاي خد عبرة بالسجن. الإنسان ياخد عبرة. ده كلام يعني ده كلام حابب تقوله عن المجتمع المصري، وإزاي الفرق الكبير في الأخلاقيات التي اندحرت تماما. نيجي بقى لموضوع تاني برضه متشعب من مسألة المجتمع المصري وعيوبه. يعني مثلا برضه يعني حاجة معينة. يعني في الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله يحب إن يعني إلا ثلث طعامك وثلث شرابك وثلث نفسك. المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء. يعني الرسول قال إن جوعه صحه. عدم الإفراط في الأكل دي حاجة، يعني حاجة بتثير سخرية الأجانب لما بيجوا عندنا. يعني أنا كان في واحد كان مصري مسافر أمريكا، متجوز من واحدة أمريكانية. فجه مصر وخد من زوجته الأمريكانية، جه مصر. كان عنده 3 إخوات بنات. فطبعا حبوا إنهم بقى يكرموها كده. فشوف الفرق. عملوا محشي وعملوا لحمة، يعني محشي حلتين محشي، حلتين محشي ولحمة وسلطة وشوربة. نشوف الفرق بين سلوك الإنسان الغربي والإنسان المصري في مسألة الأكل. ال3 إخوات بتوع هذا الرجل اللي كان متغرب خلصوا على حال المحشي في ثواني. الست الأمريكانية أول ما ابتدت تاكل خدت حتة لحمة واحدة وسلطة، وقبل ده كله شربت الشوربة، وده كان هو أكلها غدا. وفي طبعا الكاتب الساخر اللي اسمه يوسف عوف الله رحمه الله. علق على هذا الموضوع. قال في الناس اللي بيسرفوا في الأكل والطعام، قال لك ثم تنفجر المجال. يعني طبعا تنفجر الناس بقى طبعا اللي ياكلوا احنا عارفين كل الكلام ده. يعني ده بقى فداء سبقه والله. يعني كله يروح في مجالي وتنفجر المجال. جملة جميلة قالها الكاتب الساخر يوسف عوف في تعليق على مسألة الإفراط والصلاة الشديدة في الطعام، مثل المحشي ومكرونة وحاجات. يعني ده كله الإسلام قال جوع وتصح. ده بالعكس. شوف بقى الظواهر السلبية. يعني برضه الاستقلالية بالنظام. النظام اللي في البنك، والنظام في إشارة المرور،
يعني برضه بعد ما رجعت من الدول العربية كنت في بنك، وبعدين كل واحد بيدخل البنك بياخد رقم، ولمّا الموظف ينده على الرقم اللي معاه الرقم يشوفه يروح الشباك. فناس بقى ناس متضايقة من هذا النظام، عايز تدخل بالقوة بالعافية وبالدراع، يعني واخد على الطوابير، طابور العيش وزحمة المواصلات، تيجي تقول له يا ابني احترم النظام، ليك رقم معين استنى لغاية ما ييجي رقمك، يبقى متضايق ويسخر من هذا النظام ويتضجر ويتأفف. شُفت هذا النسق، هذا النسق موجود. برضه في منطقة الأنفاق، المشروع الحضاري الجميل الهايل، جميل جدًا، يعني أحد حسنات القليلة لنظام مبارك هو المجاري. يعني الناس برضه في مثل الوفاء، تلاقي ناس مش عايزة تحترم النظام، مش عايز تمسك التذكرة المغلطة وتمررها في الجهاز عشان يتفتح الحاجز، ناس بتنط من فوق الحاجز، تخترق النظام. ده شيء يعني مؤسف، وده ما نلاقيهوش غير في مصر بس للأسف، حتى الدول يعني حاجة غريبة وحاجة لابد إن إحنا نشير ليها. والناس مهما انتقدتونا إحنا المصلحين لن نكف عن مواجهة الفساد، لن نكف عن مواجهة الأخطاء، وانتقدونا زي ما أنتم عايزين، لكن الإصلاح إصلاح، والإنسان المصلح في النهاية سيكون له الغلبة إن شاء الله. ده حاجات عايزين عشرات السنين عشان نغيرها، يعني مسألة النظام والنظافة والحاجات دي في المجتمع المصري للأسف، هذا ما استنتجته من عيشتي في مصر، إن عايزين عشرات السنين عشان يحصل التحول في العقلية المصرية. وزي دلوقتي في ناس عايزة علاج نفسي، وعايزة حاجة اسمها الصدمات الكهربائية shock waves. أنا آسف، يعني الصدمات الكهربائية دي، يعني شوفوا حضراتكم الصدمات الكهربائية دي بتعمل إيه. الإنسان اللي بيكون عنده علة في الأخلاق أو علة في أي شيء، في مخه بيبقى في بين كل خلية وخلية في المخ في بينهم وصلة. الوصلة دي الأخلاق السيئة والمواقف السلبية اللي مر بيها الإنسان بتكتسي بيه حاجة اسمها الأكسدة، الأكسجين بيتراكم عليها وبيحصل لها حاجة اسمها الأكسدة. لما تيجي الشوك ويفز أو الصدمة الكهربائية تشتغل بتزيل الأكسدة دي، الأكسدة بتزال ويظل المخ نضيف، بيبقى المخ نضيف وفي استعداد لاستقبال الحياة بشكل مشرق، قابل للإصلاح، متقبل للنقد، متقابل للنصح. ده هو الشوك ويفز أو الصدمات الكهربائية. أنا بقول معظم الشعب المصري الناس ما بيحترموش الأخلاق، ما بيحترموش النظام، ما عندهمش أخلاق، محتاجين إلى حاجة اسمها الشوك ويفز أو الصدمات الكهربائية للأسف الشديد. يعني وعدم احترام إشارات المرور، والفضلات اللي بنلاقيها على الشواطئ، والفضلات اللي بنلاقيها في الجناين ساعة الأعياد، ورمي المخلفات الناس، يعني حاجة غريبة، يعني حاجة يعني في الناس اللي بيركبوا مراكب على النيل، شُفت ستات محجبات تخان، يعني ناس حاجة منظر يعني مش مشكلة في كده، بيمصوا القصب ويرموا المصاصة في النيل. يعني يعني الناس لا عندها احترام للنيل ولا عندها احترام للأخلاق ولا حاجة، يعني نقد لواحد أول عايزين عشرات السنين عشان نتحول من إننا نكون عندنا ثقافة النظام وثقافة النظافة. يعني الفرنساويين بيقولوا في مثل عن الفرنسيين بيقول quelque chose à sa place، quelque chose à sa place، كل شيء في المكان المناسب، كل شيء له المكان المناسب. quelque chose à sa place. يعني برضه إحنا يعني برضه يعني وفي حاجة كمان برضه الغرب بيحبوها، أو من خلال معاشيش اليوم، معاشيش الناس الغربيين، النظام في المكان والنظام في الزمان، النظام في الزمان والنظام في المكان. النظام في الزمان تروح تحترم الوقت، تحترم المواعيد. النظام في المكان كل حاجة في مكانها، الوشوش أسبلس مثل فرنسا. يعني ده الكلام كنت عايز أقوله في هذه الحلقة، وأنا لن أكف عن دعوة الإصلاح مهما انتقدوني، وأنا في نفس الوقت بقول إن النقد مفيد، وهذا ما أقول في هذه الحلقة، وأنا هل بلغت.
اللهم اشهد، ألا هل بلغت، اللهم اشهد. السلام عليكم ورحمة الله على سيدنا.